هل قصص اكتوبر طلعت حقيقية ولا تأليف؟ نبدأ بالقصة الأولى وهي قصة شنطة المدرسة. قرع طبول. القصة دي حقيقية على الرغم انها تبان صدفة غريبة، لكن هي حصلت فعلا، لدرجة ان اصحابنا في المدرسة كانوا فاكرين اننا متفقين مع بعض او مشترين الشنطة مع بعض. يعني نخش في القصة التانية على طول وهي قصة الكوتشي ابو عجل. قرع طبول. القصة دي برضو حقيقية. في ناس في الكومنتس بتقول ان الكوتشيات دي ما كانتش موجودة ساعتها، انا مش متأكدة من الموضوع ده، لكن التفصيلة اللي كنت حطاها في الفيديو بعد كده شلتها عشان حسيت انها تبقى مفقوسة قوي، هي اني لما سألت صاحبتي اشتريته منين قالت لي ان باباها جابه لها من بره، فممكن تكون الكوتشيات دي ما كانتش لسه نزلت عندنا. واخيرا القصة الثالثة وهي قصة حمامات بلدي في مدرستنا. قرع طبول. القصة دي بقى حقيقية فعلا، مدرستنا كانت عتيقة قوي بصراحة ده بالنسبة لي سبب كافي ان انا اخد اذن من المدرسة واروح يعني مش هاخد اذن من المدرسة عشان حاجة مهمة زي